القصة يلي احتمال نص الشعب ينقلب عليا بسببها، لأن الشيء اللي بنحكي فيه في هالعائلات صاير في حياشهم وما يعلموش بيه الشيء هذا حرام. قررت اليوم نبدأكم بالقصة التوعوية في جزء واحد، أما القصة اللي نهايتها تجنن فخلها غدوة. قبل ما نبدو في القصة، صفحة جوري للحجاب بعتت لي اليوم الإسدال ودارت لي كمامة بنفس المنظر بالضبط. الكواليتي والخامة متاعهم رهيبة، تقدروا تطلبوا منهم، حنخليكم صفحتهم. قصتنا اليوم وصلتنا من البنية عمرها في بداية 26 سنة. البنية هذه عايشة في حياة جدا عادية وجدا بسيطة، جاه نصيبها وتزوجت، وفعلا كان راجلها من نعم الناس. كانت حالة راجلها المادية جدا ممتازة، مستريحين متهنين أمورها طيبة، وهي ما كانتش مكملة تعليمها، يعني كانت واخدة الشهادة الثانوية فقط، وراجلها قالها أنا ما نبيكش تخدمي، عندك شهادة نقدر أنا نعينك بها وخلاص. والبنت قالت بالفعل تم تعييني، ومشت الأمور وبدأت زي ما نقولوا كل أسبوع مرة واحدة بس نمشي نوقع ونروح بدون ما نخدم. هذا اليوم بيقلقنا. مرتبها كان ينزل وكانت تساعد في رجلها وهي معاها الحلوة والمرة، وكانت جدا جدا حالتهم ممتازة. جابت معاها البيبي الأول وكانت الحياة حلوة، وجابت معاها البيبي الثاني وبرضو الحياة حلوة. فجأة بدت أحوالهم المادية تتضعضع شوية شوية، يعني كان راتب مرتع ينصرف في لا شيء ولا كأنه موجود. راجلها بدا عنده ديون بزيادة ومش فاهم السبب اللي قاعد يصير له، زائد الأمراض اللي كانت تجيهم بين فترة وفترة، يعني تقدروا تقولوا ما كانوش مرتاحين أبدا. كانت الأمور ماشية بيهم للأسوأ لعند ما ولدها الصغير مرض ومعاش لقوا له علاج وما فهموش المرض متاعها شنو. هنايا المرأة نوعا ما كانت واعية، خذت ولادها وقالت لي راجلها اللي قاعد يصيرنا في الحوش ماهوش طبيعي، مرض فقر، ضربنا الفلس بدون أي سبب ومش عارفة شنو، والحوش معاش قاعد طبيعي وكذا، فأنا شاكة إن في حد حالنا. الراجل فعلا كان حاس إنه ما فيش حاجة طبيعية، وفعلا كان معاه وقالها أوكي تمام. مشى لشيخ قري عليهم، شاف الحوش، دار عليهم دورة وقالهم بأمانة ما فيكمش ولا أي حاجة من السحر، أن العوارض اللي انتوا تحكوا فيها ممكن تكون سحر أو عين أو حسد، لكن في العادة لما نقروا على حد تطلع عوارض تبين ان الشخص هذا مسحور، لكن الاعراض هذه ما فيكمش، ممكن ان انتم تكونوا واخدين عين او حسد. استمروا على المية المرقية وافتحوا الرقية في الحوش وان شاء الله اموركم تمشي. قالوا تمام وسلموا احكامهم لربي وقعدوا يرقوا في الحوش وماشيين على المية المرقية، لكن الاوضاع كانت ثابتة زي ما هي. فاتت الشهور وكان ولدها الصغير يتعافى شوية شوية لعند ما مشت أمور على خير، وفجأة يجيهم الفرج من عند الله. رجلها رغم إنه ما كانش مقتنع، لكن في يوم من الأيام شارك في مسابقة على الفيسبوك وربح عمرة هو وشخص تاني، كان فرحان بيطير، وطبعا الشخص التاني رفع جوزته، خلى أطفاله عند أهله ورفع جوزته للعمرة. المرأة هذه قالت لي حاولت غادي نستغل كل لحظة في الصلاة وفي العبادة وفي كل شيء، ولما جت الأيام الأخيرة في مكة قبل ما يروحوا ليبيا، جت المرأة قاعدة تتكلم في زوجها، قلت لها اسمعني شو رايك نسأل الناس اللي هنايا ونمشوا للشيخ نحكوا له اللي صاير معنا في الحوش، بالك يكون أكثر خبرة من الشيخ اللي احنا مشينا له في ليبيا. المسكين كان واصل لحالة ما يعلم بها الا ربي في الديون وفي المشاكل وفي المرض الزايد، فعلى طول وافقها وقالها تمام، وقعد يتكلم في أصدقاء الموجودين غادي في السعودية واللي مشوا أكثر من مرة، وبالفعل لعند طاحوا في شيخ غادي. الشيخ هذا قعد يسأل فيهم على هالأعراض ويسأل فيهم على أحلامهم ويسأل فيهم على أكثر من شيء، وحس كأنه يعني بعد ما قرأ عليهم ويكي ما فيش حاجة تدل على السحر. قعد يسأل فيهم على حياتهم العادية اليومية، هل أنتم تديروا في شيء حرام؟ ما قلتوه ليش؟ الزوز قالوا لا. هل أنتم كثرة الاستماع لأغاني، كثرة كذا، تتلفظوا بألفاظ يومية كذا كذا؟ قالوا له ما فيش منا يا شيخ، بالعكس احنا متجوزين ونحاولوا ان احنا نربوا صغارنا على الحاجات الكويسة وعلى الدين وكذا. فالشيخ هنايا شبح للراجل قال له هل انت تدخل في فلوس حرام لحوشك؟ فقال له لا يا شيخ والله أنا نخدم في التجارة كذا، وبالعكس ديما مراعي الناس ونشوف يعني حاط ربي بين عيوني باش ربي يبارك لي، وانا مستحيل نوكل صغاري رزق حرام. هنا زاد الشيخ تعمق في السؤال وقال شنو نوع تجارتك بالضبط؟ لقى ان التجارة اللي يحكي فيها الرجل هذا ما فيهاش شيء غلط. سأله قال له باهي هل زوجتك تخدم ولا لا؟ قاعد يشبح لي زوجته. تبي الحق يا شيخ، احنا عندنا يعني في ليبيا عادي جدا في ناس متعينة ما تمشيش تداوم، تمشي توقع وتروح. الشيخ هنايا قال له هذا اللغز اللي موجود في حياتك، كونك انت تمشي لمكان عملك وتوقع وتروح، هذه بروحها شهادة زور. وقيعك هنايا يدل على انك انت جيت وصلت لمكان خدمتك، وقعت
بحضورك وخدمت خدمتك وروحت، وعلى الأساس هذا أنت تاخد في الفلوس. فلما أنت ما تمشيش لخدمتك بغض النظر عن مشوار التوقيع اللي أنت بتمشي توقع وتروح المشوار هو ما ينحسبش. ما تمشيش للخدمة وما تقدم في شيء للمجتمع، ما تقدم في شيء للناس، وعلى الأساس هذا تاخد فلوس. إذا فلوس كهنايا شني؟ حرايميات. هنايا الراجل كانت صدمة حياته، قال له كيف يا شيخ قصدي التعيين طلع من الدولة ومرتبها ماشي وانا عينتها وبشهادتها وكذا. فالشيخ عاود له نفس الكلام، قال له هل مرتك تخدم؟ قال له لا انا ما نبيهاش تخدم بي، على اي اساس هي تاخد في الفلوس؟ فهنا الراجل كان ساذج شوية، قال له والله الفلوس اللي تاخد فيها من حكومتنا وهذا حقنا، على الاقل حقنا في البترول اللي احنا ما ناخدوش فيه. جاوبه الشيخ وقال له اسمع يا ولدي انا مش حنطيل معك النقاش، كونك انك انت مش واخد حقك كمواطن، ناقص عليك حاجات من حقك كمواطن، الشيء هذا ما يبرر لكش ولا يسمح لك ولا يخليك تستبيح انك انت تاخد فلوس وما تديرش في خدمة. وفوق من هذا كله انت مخلي زوجتك تمشي توقع كأن هي تقول انا راني خدمت، هذه شهادة زور بروحها. فانت راجع حساباتك انت وزوجتك، لان فلوس الحرام لما تخش للحوش تدمر، سواء كان في الرزق سواء كان في الصحة، وفوق من هذا كله ليه هلبة اثار جانبية تانية في علاقتك انت وربك، اثار تهدمك سواء كانت في الدنيا ولا في الاخرة. احنا هنا نحكوا على ربع جنيه حرام، فما بالك بمبلغ 1200 يستخدموا فيه في الماكلة ويستخدموا فيه في اللبس ويستخدموا فيه في شراء حاجات للحوش. انا مش شيخة ولا جاية نقول لكم انتوا كلكم حرام وانا الصح وانا المزبوطة، لكن القصة هذه كانت بمثابة حاجة حتى أنا كأروى غايبة عليا، وفي نفس الوقت بجديات نبي هالبنات تحسب للشيء هذا. تخيلوا لا قدر الله حد فيكم ماشي في الموضوع هذا يموت يوم غدوة يشبح كم هائل من السيئات، كم هائل من الذنوب، وهو مش فاهم الشيء هذا منين جاء. فلو تعرفوا حد ياخد في فلوس وهو ما يشتغلش ديروا له تاج ووعوه وانصحوه وفهموه. وفي النهاية الحلال بين والحرام بين، وإن شاء الله يا رب ينكم كلها سعادة، وإن شاء الله كل قرش رب يرزقكم بهم حلال. ما تزعلوش مني، الكلام اللي قلته مجرد نصيحة فقط.